مساء الخير على حضراتكم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج المصري لايف. بمناسبة الاحتفال برأس السنة أو سنة 2024، كل سنة وحضراتكم طيبين. فكل شعب بيبقى ليه طقوسه الخاصة. في حلقة النهاردة الحقيقة هنستعرض مجموعة من الشعوب وإزاي بيحتفلوا براس السنة، واحتفالات غريبة وطقوس في منتهى الغرابة. بعد الفاصل خليكم معانا علشان نشوف ايه هي الشعوب الغريبة اللي بتحتفل بطقوس غريبة في راس السنة في 2024 وفي السنين اللي فاتت. يعني مش بس السنة دي، في السنين اللي فاتت. تابعوني بعد الفاصل. الغريب في الموضوع ان دول كتيرة الحقيقة وشعوب كتيرة جدا بتحتفل براس السنة بشكل غريب، زي مثلا دولة الأرجنتين. تعالوا نشوف. بتتميز ملابسها باللون الوردي، بتشتعل السماء بالألعاب النارية، وتشهد منازل الأرجنتين طقوس مختلفة جدا في تمام الساعة 12 مساء في آخر يوم في شهر ديسمبر من كل عام. بيرتدي الشعب ملابس جديدة لونها وردي زي ما قلنا، وكل شخص بيقدم رجله اليمنى خطوة للأمام لاستقبال بداية العام الجديد. أما الحقيقة دولة الدنمارك أو الشعب الدنماركي برضو ليه طقوسه المختلفة في الاحتفال برأس السنة على مدار السنين اللي فاتت، إنه بيتخطى بيحظى بتكسير وتحطيم الاطباق في راس السنه بشعبيه كبيره جدا. وانه كمان الطقس ده او الطقس من الطقوس دي اللي هو تحطيم الاطباق ماخوذ من اليونانيين. فالمواطن الدنماركي بيعتقد انه كلما زاد عدد الاطباق وتحطيمها اللي بنلاقيها خارج منزله، زاد حظه في العام الجديد. وده معتقد انه هيزيد حظه عشان كده الكثير من الشعب الدنماركي الحقيقه بيحاولوا ان هم يحطموا اكبر قدر من الاطباق في الاحتفال براس السنه. اما بقى استراليا، الغريب فيها ان الاحتفال عندهم براس السنه عباره عن ايه؟ ان هم بيقبلوا بعض. يعني كل واحد فيهم بيقبل التاني، وكمان الترك على الأوعية المعدنية. وعندهم معتقد انه يبدأوا الاحتفال براس السنة بالقبلات لجلب الحب والترك على الأوعية المعدنية عن طريق مسيرات كبيرة بينظموها، بيستخدموا فيها المغارف الخشبية والمعالق المعدنية عشان يعملوا ضجيج كبير جدا ومثير. البرازيل الحقيقة بتعتقد انه البداية المثالية ان هم يقوموا كل الشعب يلبسوا زي ابيض علشان لتخويف وابعاد الارواح الشريرة بعيدة عن العام الجديد. ووفق ده موروث شعبي قديم جدا، والبعض بيتجه للقذف فوق 7 موجات لجلب حسن الحظ. وطبعا تعالوا نشوف كمان اليونان بتقوم الأطفال بالغنى والتراتيل علشان الكبار يمدوهم بالهدايا والحلوى والنقود. وكمان في حاجة اسمها فطيرة بيل-باي، هي كحكة ليلة راس السنة بنكهة اللوز، وبتحرص الأسر على القيام بالعد التنازلي بيتخلله إيقاف كل الأضواء. وبعد منتصف الليل بتضاء جميع الأضواء بعد عروض الألعاب النارية. أما بقى عن تركيا، بعض السكان الأناضول في تركيا بيعتقدوا أن أول من يجلب الماء للجميع في صباح اليوم الأول من السنة الجديدة بيصبح غني. ومن جهة تانية البعض بيقوم بوضع الدقيق المطحون على أبواب المنازل قبل رأس السنة ب5 أو 4 أيام لجلب الخير. كولومبيا بيعتقد البعض ان التجوال حول الحي اللي بيعيش فيه المواطن بحقيبة فارغة يجلب عام مليء بالسفر. أبرز العادات والتقاليد داخل المدينة ظنا منهم بالتجول مع حقيبة فارغة لعام مليء بالسفر والإنجازات والسعادة والتفاؤل. أكوادور
الشعب الأكوادوري بيعتقد بيقوم بالاحتفال بصنع عروسة على شكل رجل، والقيام بحرقها ظنا منهم ان ده بيعد حرق ما مضى من احداث سيئه في العام الماضي وترحيب باستقبال عام جديد. في هولندا بجميع السكان بيحرصوا على رمي اشجار الميلاد بالنيران كطقس يعتقد انه يطرد ارواح السنه الكئيبه الماضيه واستقبال ارواح السنه الجديده. في الصين البعض بيحرص على تنظيف المنازل قبل استقبال راس السنة ظنا منهم أن النظافة وملء المنازل بالزهور تطرد الحظ السيء وتوزيع النقود على الأطفال. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وسنة سعيدة جديدة مليئة بالتفاؤل والأمل والطموحات والأمان والسلام للشعب العربي والشعب الفلسطيني وكل العالم. كل سنة وانتم طيبين. 2024 سنة التفاؤل وسنة السعادة. بتمنى ليكم مشاهدة ممتعة واشوفكم في حلقة جديدة.